السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، أصحابي الكرام، أحبابي وعشاق النادي الأهلي. النهاردة فوز تاريخي على المقاولين العرب 3-1. النهاردة كان ماتش جيد جدا بالأيام الماتشات اللي فاتت للأهلي. النهاردة المفروض الأهلي يكون نازل ضاغط من البداية، والحمد لله كان ضاغط من البداية. في أول شوط استحواذ 80%. النهارده اللعيبة عملت اللي عليها، باستثناء كذا لاعب كده المفروض يشوف نفسه او يدورها في دماغه ان هو بيلعب في النادي الاهلي وبتشيرت النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. المفروض يبقى عنده جريندا ويبقى خايف او حريص على الفوز للنادي الاهلي، لان احنا عدنا في مرحلة صعبة جدا، مرحلة الاقصائيات. خلاص يعني احنا بنلعب في المباراة 21، لسه ماتشين وبعد كده هيتحدد السبعة اللي هيطلعوا فوق والباقي ينزل تحت. فأتمنى من اللعيبة ياخدوا الأمور بجدية. النهاردة ماتش يعني في أول 5 دقايق كريم فؤاد بيتصاب، يعني ربنا يشفيه، يعني نزل مكانه أحمد عيد. أحمد عيد أدى أداء كويس النهاردة في الباك اليمين. طبعا عارفين ان محمد هاني عنده اصابة فغايب النهارده، طالع من القايمة. فربنا يشفيه يا رب. بس احمد عيد دي صفقة يعني مبشرة، ان هو لسه صغير، سنه لسه صغير، ربنا يوفقه مع النادي الاهلي ونشوف لاعب كبير مع النادي الاهلي. بعد كده جت فرصة خطيرة ب5 ارواح للنادي الاهلي من تريزيجيه مرة لزيزو، اللي مش عارف قلشت ازاي من قدامه. يعني ملكاش حظ يا زيزو مع الاهلي والله بجد. يعني كواليتي عالي جدا، بس النهارده يعني مستواه مش قد كده برضه. بعد كده الاهلي فضل ضاغط على المقاولين طبعا كعادة الفرق المصرية بيرص الأتوبيس ورا أي حد بيلعب. الأهلي لازم يرص الأتوبيس ورا. يعني أنا مش عارف والله ال11 لعيب ده لو كان 50 لعيب هيرص الأتوبيس برضه ورا. فالأهلي فضل ضاغط من أول نص ساعة، ضاغط على المقاولين عايز يجيب هدف. اللعيبة برضه بحس إن هي مستعجلة على الفوز. لا، المفروض إن أنت اهدى على نفسك، اهدى في باص كويس، بين كويس، اعمل عرضية كويس. خد وقتك في التفكير الصح. دايما لعيبه الاهلي مستعجله على الفوز. لما تستعجلش على الفوز، كده كده الفوز هيجي، بس انت لازم يكون عندك ايمان اللي انت تنجح، واللي انت تلعب باجتهاد، واللي انت تبقى لعيب كويس، وتبقى قد القيمه والشرف ان الاهلي اداهولك تلبس تيشيرت النادي الاهلي. بصراحه يعني الاهلي فضل ضاغط من اول المباراه لغايه الشوط الاولاني كله. انا ما شفتش المقاولين العرب ولا شفت حراسة شوبير عندنا بصراحة. يعني المقاولين كان نازل عايز نقطة وخلاص من الأهلي، عايز علشان ما يقولوش ده هو فوت للأهلي زي ما بيتقال في اليومين اللي فاتوا دول على فرق زد ومش زد وبتاع، على أساس إن زد يعني كسب خسر من الأهلي. بالعكس الأهلي خد منه نقطة بصعوبة الماتش اللي فات، بسبب التحكيم، وبسبب ان مش عارف ليه مستكترين العداله. يعني انا عايز بس عداله، الاهلي عايز عداله، عايز عداله تحكيميه، عايز عداله من اتحاد الكوره، عايز حقه. بس الاهلي مش عايز حاجه اكبر من حقه، لان الاهلي دايما بيلعب بمجهود اللاعبين، بيلعب بروح التيشيرت، بيلعب بالاهلي بقوته ببطولاته بكل حاجه. فالاهلي يستحق كل خير، لان بجد الدوري من غير اهلي مش دوري، والله مش هتعرف تتفرج على دوري ولا تعرف تتفرج على حاجه. فالنهارده المباراه فضلت سجال ما بين الفرقتين. في الاول شايف طرف واحد بس الاهلي طول الماتش. في الدقيقه 20 فرصه خطيره اللي هي ب5 ارواح دي. بعد كده تريزيجيه جاب هدف الاولاني، طمنا شويه ان شاء الله هيجي المكسب باذن الله يعني، والحمد لله حققنا المكسب. بينيه جميله من بالعمري، ما شاء الله عليه، يعني عليه بينيات جميله. امام عاشور مسك في الفرصه والتحم مع المدافع بتاع المقاولين. بعد كده اتأنى على الكورة دي اللي انا بقول عليه الهدوء النفسي. لما يكون معاك الكورة، لما يكون معاك الكورة لازم يكون عندك هدوء نفسي. بعد كده بص على على المهاجم اللي هو تريزيجيه، بعد كده عمل عرضية، بعد كده تريزيجيه شاطها بالدماغ، غير اتجاهها، ما شاء الله عليه.
تيك اوف عالمي من تريزيجيه، وده الطبيعي بتاع تريزيجيه ان هو يعمل تيك اوف زي كده زي كريستيانو رونالدو يعني. الاهلي اتقدم في الشوط الاولاني 1-0. بعد كده اول كوره ما شاء الله لديانج، اول تسديده للنادي الاهلي من ديانج، اللي انا مش اصلا ما شفتوش الشوط الاولاني. خلاص يعني لاعب وحش، اداؤه سيء في الملعب. المفروض بقى انت كمدرب ما شاء الله عليك بتاخد مرتب بالدولار في النادي الاهلي، او يعني بقى عندك النادي الاهلي مديك مسؤولية النادي كبير وعريق زي النادي الأهلي في القارة الأفريقية وعالمية كمان، مش أفريقيا بس. فأنت المفروض تبقى قد الثقة اللي النادي الأهلي مديها لك. والمفروض إن أنت تعرف إن اللاعب ده أداؤه وحش. أنت معاك جهاز فني بره بيتابع حركات اللعيبة وبيتابع كل حاجة باللعيبة. اليو ديانج سيء جدا الشوط الأولاني. المفروض أصلا ما بين الشوطين أنت تطلعه خلاص، يعني ما ينفعش. بدأنا الشوط الأولاني انتهى خلاص باستحواذ الأهلي ب1-0 و80% من الاستحواذ. بعد كده بدأنا الشوط الثاني. دايما عادات الاهلي اهمال في اول ربع ساعه دي. استقبلنا هدف اوف سايد بعد 5 دقايق من الفار، بعد ما رجع منه من الفار 5 دقايق بحالهم. انا مش عارف 5 دقايق بيعملوا ايه يعني. بس ما شاء الله عليه التحكيم النهارده كويس جدا، ان هو اتأنى في القرار بتاعه عشان ما يظلمناش زي ما الحكم بتاع الماتش اللي فات مع زد ظلمنا بضربة جزاء ما حسبهاش للنادي الاهلي. فالمهم الحمد لله ان الحكم ادرك ان هو لازم يدي لكل واحد حقه، عشان احنا في رمضان يعني، حتى يعني كلنا يعني صايمين والحمد لله رب العالمين. المفروض الناس تتقي الله في القرار اللي هو بياخده او اي حاجه بيقولها. لازم تبقى عادل. انت هنا حكم لا هنا ولا هنا. انت المفروض اللي بتشوفه بتحسبه. بعد كده الهدف اتلغى للمقاولين العرب. بعد كده سجال المقاولين العرب عايز يجيب هدف، خلاص ما عادش بقى على حاجة. 1-0 للنادي الاهلي. بعد كده الاهلي امام عاشور من تسديده صاروخيه لا تصد ولا ترد بصراحه يعني، من امام عاشور شايطها بغل ما شاء الله في الزاويه الضيقه. امام عاشور من اسيست اشرف بن شرقي اللي هو نزل مع محمد رمضان، مع بن رمضان، مكان تريزيجيه ومروان واليو ديانج اللي ما شاء الله ما عملش اي حاجه. مش عارف ليه استنى اصلا ربع ساعه بعد كده عشان يغيره. المهم بن شرقي لما نزل عمل هدوء بجد والله في الاستلام الكوره، في الطلوع بالكوره. المفروض امام عاشور يبقى جنبه واحد بن شرقي عقل مفكر يعرف يدير الماتشات. ماتش زي ده الناس متكتله ورا. المفروض انت يكون معاك ناس اصلا مهاريه تعرف تستخدم الكوره كويس عشان تعرف تعمل ثرو باص، تعمل بينيه، تعمل. المهاجم النهارده بصراحه بتاع الاهلي تعب من شمال ليمين لقدام لورا. تعب النهارده بصراحه، بسبب ان امام عاشور برضه كمان بيطلع قدام. المفروض اصلا رقم 8 ده اللي هو قدام مروان عطية يبقى بيعرف زي امام عاشور يعرف يطلع بالكوره. احنا مشكلتنا في خط الوسط ان اليو ديانج لما بيستلم الكوره بيتوه، بحس ان هو تايه، ماهوش عارف يطلع الكوره من رجله. لا سرور ماتش حلو وماتشين 3 وحش. هو كدفاع كويس جدا، بس النهارده ولا دفاع ولا هجوم بصراحه يعني. بعد ما الشحات بعد ما جاب الهدف امام عاشور نزل لنا برضه يعني. سيبنا ديانج، طلع ديانج نزل لنا كوك. انا مش عارف كوك عمل ايه. طب سيب مروان عطيه على الاقل. مروان عطيه جيد نوعا ما كويس. هو ضعيف الماتش ده، بس نوعا ما جيد الماتش ده. جيد بلاش جيد جدا، يبقى جيد. انما كوكا سيء، مش جيد سيء. انت منزل له واحد من على الدكه قاعد بره، المفروض يبقى مركز في الماتش، يبقى عامل احماء كويس، ينزل يعمل الفرق، مش ينزل يحسسني ان انا خط النص اتضرب مني بمروان عطية. لما طلع خط النص اتضرب مني. هجمات جامدة على النادي الأهلي والحمد لله ربنا ستر. بعدها بشوية بعد ما النادي الأهلي إمام عاشور جاب الجون، بعد كده جه الجون في الدقيقة 85 للمقاولين العرب. بقت 2-1. الواحد حط ايده على قلبه وقال لك خلاص بقى يتعادلوا. ولكن الحمد لله الاهلي كسب النهارده، لان الاهلي يستحق المكسب فعلا. واللعيبه تحس فعلا اللي فيه جماهير وراها وواقفين وراهم،
ويلعبوا بالتيشيرت الاحمر. بجد لازم اللعيبه دي تفوق شويه، مش كل شويه يفكروا فيها الفلوس، وانا عايز 70 مليون وانا عايز 80 مليون وانا عاوز مش عارف كام. العب كوره. احنا انت بتلعب كوره عشان تمتع الناس. انت بتلعب كوره عشان تمتع الناس، وبعدين انت بتاخدش فلوس قليله علشان اللي انت تقول انا عايز كذا وعايز كذا العب الاول كوره، وبعد كده اطلب اللي انت عايزه. مش ماتش حلو وماتش وحش ومناش عارفين نتفرج على الكوره على الاهلي. بقالنا 3 4 ماتشات بنعاني بسبب الدفاع، اخطاء دفاعيه ساذجه جدا يعني. بصراحه يعني انا مش عارف ايه خط النص مع قلوب الدفاع. ليه ما فيش تفاهم؟ كل ماتش لازم نستقبل هدف، نستقبل هدفين، كل ماتش لازم نستقبل هدف. فين ايام ما الاهلي كان صامت؟ كان طول الموسم يدخل فيه 7 اهداف او 8 اهداف. النهارده لعبنا 19 مباراة دخل فينا 17 هدف. عارف يعني؟ متخيل 17 هدف يعني؟ تقريبا كل ماتش لازم يخش فينا هدف. ما شاء الله يعني. الدفاع السنة دي سيء جدا للنادي الاهلي، لان في تغييرات كتيرة في الدفاع، وفي اصابات كتيرة، واللاعيبة داخلة جديدة والمفروض الناس دي مع بعضها على طول. يعني المفروض يفهموا بعض، المفروض يلعبوا احسن من كده، يبقى في عندك شراسة وعندك حمية على التيشيرت اللي انت بتلعب بيه. بعد كده ما شاء الله عليه يعني. الشحات مش ما وثقوش على الشحات يعني، مرزق على طول بصراحة يعني. انه بالعمل اداله بينية جميلة، جه يعملها يلعبها في الزاوية البعيدة ببطن القدم، بعد كده ردت له تاني ما شاء الله، شاطها تاني، جت في الدفاع وجت في العارضة ودخلت. مرزق ما شاء الله. حسين الشحات، وجاب الهدف الثالث. طمنا شوية لما جاب الهدف الثالث، وكان هيجي الرابع بصراحة من سبرنت جميل جدا من شرقي. ده مش واحد عنده 33 سنة بصراحة، عامل سبرنت، عدى واحد وعدى التاني، وما شاء الله التالت قام واخده في سكته، ومعترض ان هو خد كارت احمر. اما انت عايز ايه يعني؟ انت اخر لاعب بتلعب في الملعب يعني. انت الوقت اخر لاعب. انت المفروض لو انا عديتك خلاص بقيت انفراد اصلا بالجون. فانت دلوقتي لازم معترض على الكارت الاحمر. معترض ليه؟ مش عارف انا والله يعني. فربنا يهديك يعني، وما تعترضش على حاجه انت شايفها صح يعني في الملعب. والحمد لله قدر الله ما شاء فعل، والاهلي خد 3 نقاط من الماتش، وده اهم حاجه اصلا. ال3 نقاط اللي الاهلي بيسعى عليها على صداره الدوري، لان الدوري الايام دي طالع جدا في حماس. الزمالك ما شاء الله في احسن حالاته، يعني في ظل اللي هو فيه ما شاء الله يعني. ربنا يوفقه، لان الزمالك طول ما هو موجود في المقدمة مع الاهلي بيبقى في حماس في المباراة، بيبقى في انتباه جدا للدوري المصري، لان برضه الزمالك هيظل ان هو زمالك برضه نادي كبير وعريق وبينافس الاهلي على كل حاجة. والحمد لله اللي هو رجع تاني عشان يبقى الكورة في مصر لها طعم تاني. لان بصراحة يعني الدوري من غير الزمالك برضو ملوش طعم. ايه بيراميدز ملوش جمهور؟ لا، احنا عايزين الجمهور، وعايزين كلنا نفرح لما نكسب الزمالك، نكسبها مرة واتنين وتلاتة. ايه المشكلة يعني؟ لازم نفرح برضو. انما الزمالك لما يبقى بعيد بنحس ان البطولة بنلعب في دورة رمضانية على طول، دورة رمضانية. انما أنا الزمالك بيلعب بمستوى كويس، لازم بيكون الماتش كويس او يكون المباراة كويس، بنتابع ده ونتابع ده، والموضوع يسخن على بعضه. والحمد لله ان الاهلي بقى الثالث ب3 نقاط. صدروا ل 40 نقطة مع بيراميدز ومع الزمالك. بس الزمالك له ماتش مؤجل هيلعب بكرة مع الاتحاد السكندري. ان شاء الله ربنا يخسره بكرة عشان الاهلي يبقى مطمن، يبقى على طول كلهم في النقطة 40. والاهلي لو اتصدر تاني صدقوني مش هينزل، لسه ماتشين وبعد كده ال7 الكبار يطلعوا فوق والباقي كله ينزل تحت يسارع على الهبوط. وان شاء الله الدوري اهلاوي في الجزيرة. وانا سعيد جدا ان انا طلعت معاكم تاني، وانا بجد انا سعيد جدا 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 ان انا بدات اعمل فيديوهات تاني عشان النادي الاهلي. لان بجد الاهلي دي عشقي الوحيد بجد. انا بكون سعيد جدا لما بتكلم عن النادي الاهلي، لانه فعلا منظومه جميله، منظومه قادره ان هي تسعد اي بني ادم، منظومه مكافحه ان كان اداريا او فنيا او بيفرح اللعيبه، بيفرح الجمهور، بيفرح شعب مصر، ان كان في افريقيا ولا في الدوري ولا على مستوى العالم يعني.
وأنا سعيد جدًا إن أنا طلعت معاكم، وألف، ألف مبروك على كل الأهلاوية، وشكرًا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.